بالنسبة لأختي وحبيبتي اللي طلبت مني حاجة لتفتح البشرة، طبعًا أنا باشكرِك جدًا على تعاليقِك اللي زي القمر زيِّك دوّة، ربنا يبارك فيكِ ويديكِ الصحة يا رب العالمين. شكرًا ليكِ وأنا كمان باحبِك وباموت فيكِ والله. بُصّي يا حبيبة قلبي، بالنسبة لتفتيحات البشرة وإن أنا باستخدم إيه أو باعمل إيه عشان خاطر تفتيح البشرة، هو في الأساس أساسًا إن أنا بشرتي فاتحة. بس طبعًا أي واحدة بشرتها فاتحة بيبقى عندها مثلًا مشاكل في البشرة أكيد يعني. زي مثلًا عايزة تقشّر البشرة، في رؤوس سودا، في بشرتي مثلًا ناشفة شوية. أي واحدة فينا بتدوّر على حاجة إنها ترطّب بشرتها، وفي نفس الوقت إنها تكون فاتحة، النتيجة بتاعتها تكون مرضية وحلوة أوي، وإنها تشيل الجلد الميت. تمام. اللهم صل على النبي. بُصّي، أنا ما باروحش عند العطار وأجيب حاجة. بأمانة الله أنا ما باجيبش حاجة من عند العطارين لبشرتي. ثانيًا وده الأهم برضه، إن أنا دلوقتي أنا كنت برضه زي حالتي كده باقلب في فيديوهات ونفسي في حاجة إنها ترطّب البشرة. أولًا أنا في الصيف بشرتي بتتأكسد بطريقة غير طبيعية، بشرتي بتتحوّل تمامًا. فأنا زهقت من كتر المنتجات اللي أنا عمّالة أجيبها. طبعًا أنتم عارفين يا جماعة الإعلانات على النت كتير فوق ما تتخيّلوا. ده سيرم بيفتح البشرة، يالّا order نجيب، نطلب order يا ولاد، هو ماله ده؟ حلو يالّا إيه يعني 300، 400 جنيه؟ ولا حاجة خالص، ولا حاجة. رمينا فلوسنا بس في الأرض. نيجي نحطه على بشرتنا، نبُص نلاقي البشرة بعد شهر 2 هي نفس البشرة. مش إزاز زي ما هُم بيقولوا لنا يعني. ما علينا. أي كريمات، أي الكلام ده كله، أنا مني واحدة ما باستخدمش أي كريم خالص، ولا حتى أعرف أساميهم غير هو فيفا والّا إيفا. إيفا اللي هو بالعسل، وإيفا مش عارفة بالحليب والّا المهم يعني أنا ما باجيبهوش أساسًا برضه. أنتم عارفين ليه؟ لإن أساسًا بشرتي فعلًا والله ما بتستحمل. أنا مجرد إن بس إن أنا أقعد بُصّوا، أنا أصلًا بشرتي بتجيب مَيّة. يعني أنا ما اقدرش أحط كده مُرطِّب على وشي عشان خاطر خارجة، والّا أحط مُرطِّب عشان خاطر رايحة أحط شوية makeup ولا أي حاجة. لأ، أنا ما باستخدمش أي مُرطِّبات الصراحة. أنا لو هاستخدم مُرطِّب هو واحد بس وباستخدمه قبل ما أنام، وهو كرباميد. وكان برضه في فيديو ربنا يجازيها خير على كل خير يا رب، على اللي قالت على نوع الكريم دوّة واستخدامه حلو والكلام ده كله برضه. أنا جِبته بعد تردُّد. لإن أساسًا لمّا باحط أي حاجة على بشرتي، بشرتي بتسيح، الحاجة بتسيح. بُصّي باجيب مَيّة، حرفيًا كده ما باستحملش أحط أي حاجة، لا غالي ولا رخيص. أنا ما باستخدمش أي غسول برضه، عشان ما أنواع غسول أنا ما باجيبش غسول، أنا باستخدم الصابونة المُريحة. مالها الصابونة المُريحة والله العظيم زي الفل، زي العسل، ده كفاية ريحتها، والله ريحتها جميلة. أنا لازم أروح أجيب غسول ب100 جنيه والّا ب200 جنيه أو أقل من كده مش مهم، غسول وأجري ورا كريمات ومش عارفة إيه كفاية الشامبو اللي إحنا بنستخدمه. كفاية أوي. أولًا الكريم ده سعره مش غالي يا حبيبة قلب أختِك، والله ما غالي، حلو خالص، اللي هو كرباميد ده موجود في أي صيدلية أنتِ هتروحيها هتسألي عليها، كرباميد. وعايزة أقول لِك برضه في فيران دي لافلي حلو أوي برضه، بيرطّب البشرة، بس أنا عايزة أقول لِك نتيجة ده ومفعوله أحلى 100 مرّة. أنا طالعة أقول لِك أنا عاملة لِك الفيديو ده ليكِ أنتِ مخصوص على فكرة، أنا ما باعملش إعلانات يا ولاد والله العظيم ما باعمل إعلان. بُصّي، أنا واكلاه، أنا واكلة الكريم ده أهو، أنا واكلاه أكل. مش مجرد بس إن أنا باستخدمه، أنا ما باحطش غير ساعة أمّا باجي أنام، يعني قبل ما أنام كده أروح جاية دهنة منه وعاملة مساج للبشرة. والله نتيجته مرضية جدًا، بُصّي بشرتِك بتبقى عاملة زي بشرة البيبيهات، وهتشوفي النتيجة من تاني يوم على الرطوبة اللي في البشرة. بيشيل جلد ميت، بيرطّب البشرة وبينعّمها وبيفتّحها، وإحنا بندوّر على حاجة للتفتيح، أهو ده بيفتّح البشرة. لو أنتِ بتدوّري على حاجة تفتح البشرة، هو ده بيفتح البشرة. بيفتح، يرطّب، يشيل الجلد الميت. تستخدميه لكعب رجليكِ، تستخدميه لإيديكِ. قبل ما تخرجي، ساعة ما تيجي تنامي، عليّا النعمة بجد نتيجته فعّالة وممتازة، وهترضيكِ زي ما هي راضتني. هتقولي طبعًا ده ما في ناس هتطلع تقول أصل ده ما بيستخدمش على البشرة للوش، ده آخره الرجلين والكلام ده كله. هو معروف إن هو يعني في ناس كتير تقول لِك أصل هو آخره كعب رجلين، ده جلد الوز، على فكرة برضه اللي عندها جلد الوز بتدهن من الكريم ده حلو برضه. يا جماعة الكريم ده حلو جدًا وفعّال، نتيجته فعّالة وعن تجربة شخصية أنا باتكلم عن نفسي أنا يا ولاد. والله العظيم أنا باتكلم عن نفسي أنا شخصيًا كتجربة بالنسبة لي أنا جرّبته. أنا جرّبت كل حاجة، ما فيش حاجة جايبة نتيجة معايا. هو ده أنا استخدمته في الصيف، لإن جِبته فعلًا في الصيف اللي فات دوّة، اللي هو اللي فات ده. أنا كنت باحس إن في حاجة غلط. في الشتا حاجة، بشرتي حاجة، وفي الصيف حاجة، يعني في الشتا حاجة وفي الصيف حاجة. يعني أنتم متخيلين بشرتِك فجأة تتحول في الصيف، وفي الشتا تتحول لمنظر تاني. في الشتا تبقي فاتحة وفي الصيف تبقي غامقة. بشرتي كانت بتتأكسد. فدوّة حلو أوي. هو زي ما أنا دهنته بشرتي فضلت زي ما هي ما اتغيرتش. هافضل ماشية عليه
مش عايزه اقول لك لعند ما ربنا يفتكر. فعلا حلو خالص. وهتعملي مساج للبشره، بصي هتدهنيه على وشك وتفرديه كل ما تبصي يعني تحت عينيكي كده وتسحبي المساج اللي بيعملوه كده على البشره. في ناس طبعا مخصصه في الحاجات دي على النت برضو موجوده على الفيديوهات. يعلموكي ازاي تسحبي بشرتك، يوروكي مثلا لو في كسر تحت عينيكي تعملي ايه الكلام ده كله. الكريم ده هتحطيه وتقعدي تفردي كده كده، وتقعدي تعملي بشكل دائري كده على بشرتك برضو، وتسحبي يعني بصي تسحبي من تحت عينيكي كده لفوق، تسحبي. وبرضو اورتك نفس الموضوع، وايديكي نفس الموضوع، ايديكي الاتنين، ورجليكي، كعب رجليكي، ادهنوا منه كعب رجليكي، جربيه في رجليكي بلاش وشك الاول لو انت مش مصدقاني، وهتشوفي قد ايه بيرطب فعلا. بجد حلو خالص. بالنسبه لتقشير البشره انا بستخدم ده فيتامين سي، عشان ما اقعدش ارغي معاكم كتير. انا بستخدم فيتامين سي اللي هو القناع الذهبي عشان يقشر بشرتي. ولو مش موجود عندي او مش عايزه اشتريه برطب بحاجه تانية خالص. نص ليمونه بجيبها وعليها معلقه سكر، وعليها نص اللهم صل على النبي يا ربي، معلقه قهوه اللي احنا بنشربها العاديه، واروح جاي احطهم في طبق وامسك نص الليمونه واعوز كده في القهوه والسكر. السكر لازم يكون ناعم ما يكونش حبيبات. انا هتوه منكم كده، السكر لو حبيبات هيجرح معاكي في البشره، بصي هيقطع كده وهو ماشي. لا لازم يكون السكر بتاعك ناعم ما يكونش خشن. وتمسكي نص الليمونه وبصي وتقعدي تفركي كده في بشرتك شمال ويمين شمال ويمين. يا شيخه ده لو نص طماطمايه هنعمل بيها شريحه طماطمايه. حاجه تانية برضو للتفتيح، حبه رز ابيض من اللي احنا بناكله، هتجيبيهم تسلقوهم عادي على البوتاجاز، تسلقيهم تخليهم يتسلقوا خالص، وهتحطوهم بعد ما يبردوا هتحطوهم طبعا في الخلاط ينضربوا جامد. هتحط عليهم معلقه نشا، وتحطيهم برضو تقلبيهم وتحطيهم سن على البوتاجاز بس عشان ايه تلفهم كده في قلب بعض، وتسيبوهم في التلاجة. بس ما يكونش جابس يعني عشان تعرفي تستخدميه، خليه زي قوام الكريم اللي احنا بنستخدمه على بشرتنا كده، اي نوع كريم. تحطيه في علبه وتروحي جايه حاطاه في التلاجة لغايه ما يسقع تماما، وبعد كده تحطيه على بشرتك. برضه هتروحي تغسلي بشرتك هتبقى تلاقي بشرتك ناعمه وفاتحه. تخيلي بقى انت لما تستخدمي بقى مره 2 3 في الاسبوع، مرتين يا ستي كفايه في الاسبوع، والكريم ده كل يوم بالليل. لو انت بشرتك بتستحمل وعادي بتدهني مرطبات عادي بالنهار غيري يعني، عادي حطيه مره بالنهار ومره بالليل. الواحده فينا طبعا لو هي موظفه بتشتغل، لو انت بتشتغلي وطبعا بيبقى في مجهود كده على الست، انتوا فاهمين يعني، شغل بره وشغل جوه واطفال الكلام ده، الواحده فينا بتبقى مضغوطه بجد. طبعا كل الارهاق ده بيبان فين؟ بيبان اول حاجه على بشرتنا. فافضل نتيجه، بس يا بابا عشان بتكلم في الفيديو حبيبي عشان اعرف اتكلم يا بابا، افضل نتيجه بتبان ليكي تاني يوم، اللي هو طبعا الواحده فينا لما بتروح تنام بشرتها بتستريح، فلازم هرطب البشره قبل ما انام عشان بشرتي تستريح. فتاني يوم هيبان معايا نتيجه، تاني يوم تالت يوم، امشي عليه شهر 2 جربيه زي ما انا ما جربته. الكريم ده موجود في الصيدليه بسعره رخيص مش غالي، سعره رخيص جدا. بدل ما احنا ما بنجري كده ورا منتجات غاليه، بدل ما بنجري ورا سيرم، بدل ما نجري ورا كريمات مش عارفه ايه، والحق وحلق وحوش واجري مصاريف مصاريف مصاريف، واحنا عندنا اطفال يعني عيالنا اولى بالمصاريف الهبله اللي احنا بنصرفها دي. ده حلو سعره باذن الله سعره حلو بالنسبه لك انا عارفه، وبالنسبه لي ونتيجه مرضيه زي ما هي مرضيه بالنسبه لي هتبقى مرضيه بالنسبه لك. وده اللي انا بستخدمه انا، والله لو في حاجه تانية انا بستخدمها اقول لك عليها. انا حتى غسول الوش زي ما قلت لك انا ما بجيبهوش، انا مش فاكره انا قلت في اول الفيديو ولا لا، بس انا فعلا ما بستخدمش الحاجات دي وما بستخدمش اي حاجه على بشرتي غير هو نوع الكريم ده اللي بحطه قبل ما انام، وده بحطه مره ولا 2 في الاسبوع، مش هقول لكم كل يوم، يا دوت يا ماسك الفحم، حاجه من الاثنين، بس عشان تشيل لو في بثور ولا حاجه تشيلها، او اي شوائب. ومع الاستمرار في الكريم دوت تشد البشره، اعملي مساج لبشرتك وانت نايمه، صدقيني هتحسي براحه نفسيه قوي. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.